السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناة على يوتيوب. كل عام وأنتم بألف خير ورمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. بفيديو اليوم بدي أعمل وصفة القطايف بطريقة ناجحة وسهلة جدا. وهلأ بنسمي بالله ونبدأ الفيديو. بسم الله على بركة الله. أول شي بدي أعمل القطر وأتركه حتى يبرد. حطيت كاستين سكر وكاسة مي بدي أحطهم على الغاز حتى يغلوا، وبس يغلوا بدي أضيف عليهن معلقة صغيرة من عصير الليمون واتركهم حتى يغلوا. اتركهم حتى لمدة ربع ساعة حتى يتعقدوا. هلا هون بدي اعمل كمان القشطة. حطيت كاستين حليب، معلقتين نشا، ومعلقتين سميد، معلقتين سكر، وبدي احركهم على البارد وبعدين احطهم على الغاز كمان نحركهم حتى يغلوا ويتقل القوام. بس سخن الحليب شوي، ضفت عليه شوي من المزهر بيعطي طعم طيبة. وهلا هيك راح ضلني عم حركهم حتى يغلوا ويتقل القوام. لا هون هيك تقل القوام، بطفي تحتهم وبتركهم حتى يبردوا. لعجينة القطايف بدي احط كاستين طحين، ونصف كاسة من السميد، مع نصف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة صغيرة من الملح، وكمان ربع معلقة من الفانيليا. وبدي اضيف معلقة خميرة، معلقة صغيرة على كاسة مي. بدي احركها بالمي. بدي احط كمان معلقة سكر، معلقة صغيرة من السكر، وبعدين بلش اضيف المي بالتدريج. هلا العجينة اخذت كاستين ونص من المي. هيك بعجن بالتدريج، ضيف المي وبعجن بالتدريج، وفيكن تعجنوها بايدكن اسهل. وهيك بضلني عم حرك ويعني شوي شوي. هلا بعدين ضفت كل كمية المي. طلع عندي هيك القوام. بدي اتركهم يتخمروا لمدة نصف ساعة. هلا هون بعد نصف ساعة. بفترة التخمير بحركهم من وقت للتاني. ضفت عليهم معلقة من الكربونات، كربونات الصوديوم او الكربوني. وهلا بدي احطهم ببريق. وبطواية تيفال على الغاز رح بلش اقليهم هيك بهذا الشكل، الحجم اللي انتو بدكن اياه. هيك بهذا الشكل. استناها حتى تنشف على الاخير وبعدين بقيمة. هلا اذا بدكن هذا اللون الاصفر الذهبي لازم تعلوا الغاز. انا ما كنت بعرف فانه ما اخذوا هذا اللون، بس انه مو مشكلة لانه هن هيك رح يحمروا بعد القلي. بس العجينة يعني كتير ناجحة طريقتها، بس إذا بدكم ياخدوا اللون الذهبي لازم تعلوا النار شوي. أنا كنت موطي الغاز على الآخر. هلأ هون خلصت. هون عم فرجيكم هيك الطراوة. وهون عندي بردة القشطة وسمك القوام. هلأ بدي أحط بجات صغير. بدي بلش أحشي القطايف. هلأ رح بلش أحشي القطايف. بحط هيك معلقة صغيرة وبسكرها. بحاول ما تطلع الحشوة لبرا لأنه إذا إجت هيك على الحواف بتبطل تسكر. راح بعمل كمان قدامكم. بعدين بدي اطفي الكاميرا واعملهم وبرجع لكم. القشطة كتير طيبة وكتير طريقة ناجحة. هيك بهذا الشكل.
وهلأ هون عملت كل الكمية وخلصت وبدي بلش اقلي هون. هلأ بطنجرة على نار محمى على بزيت محمى مسبقا حبلش نزل القطايف بهذا الشكل، بس ليحمروا شوي بياخدوا تقريبا شي 5 دقايق. بقلبهم من وقت للتاني، هيك بقلبهم. هيك بس اخدوا اللون الذهبي مثل هيك طلعهم على مصفاية ودغري بحطهم بالقطر البارد. وهلأ بدي اكمل كل الكمية اللي عندي، بحاول سكرها منيح حتى ما تطلع القشطة لبرا. وبعدين بدي احطهم بالقطر البارد بهذا الشكل، لازم يكونوا هن وسخنين. بطلعهم على جات بصفيهم منيح. وهلأ هون خلصت وطلع عندي هرجات، اللون غير شكل والطعم كتير طيبة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك واشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.